تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. مرحبا يا صبايا، كيفكن؟ شو اخباركم؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله رب تكونوا بخير وانتم عم تتابعوني. انا ولاء ورجعت لكم بفيديو جديد. قبل ما نبدا الفيديو خلونا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. كمان اذا كنتوا جداد على القناه بتمنى منكم تتابعوني وتشتركوا بقناتي. صبايا كلياتكم اللي عم تتابعوا هلا الفيديو لا تنسوا تحطوا لي لايك، اللايك كتير كتير بيرفع الفيديو. بليز صبايا دعموني بهذا الفيديو لانه والله كتير تعبت فيه. اليوم رح اعمل كبه مقليه لانه اجاني طلب انه من صبية ومن قبل كمان جاييني انه بدكم اعملكم طريقة الكبة المقلية. انا يمكن منزلتها قبل ما بعرف فرح انزلها مرة تانية. الطريقة كتير كتير سهلة، لا في كتير في صبايا عم بتتابعني من غير دول مثل ليبيا، الجزائر، تونس، كتير دول يعني. انه بحبوا انه يتعلموا الطريقة اللي نحن بنساويها بالكبة المقلية. الكبة المقلية نحن بنسميها هاي الكبة خصوصي كبة دراويش. ما بعرف ليش سموها دراويش مع انه فيها لحمة وفيها كمان لوز، جوز، صنوبر، فستق حلبي، اي نوع من المكسرات اللي انتم بتحبوها. انا كتير بحب اللوز، يعني اللوز بحبه مع الكبة، بحبه مع الفريكة، بحبه مع الكبسة. كتير بحب اللوز. هلا في ناس بتحط بس جوز، بس انا بحط لوز، وفي ناس بتحط كمان صنوبر كتير طيب معاه، بس انا مو موجود عندي الصنوبر هلا، فراح احط بس جوز ولوز. بعد ما قلينا الكبة اللحمة مثل ما شفتوا قليتها انا وحطيت لها بصلة مبروشة او بصلة انه خلطينها على الخلاط، يعني على محضرة الطعام، او فرمينها على ايدكم ناعم. بحط لها بس بهار وفلفل وملح بس للحمة، وبس اني يعني تستوي اللحمة بتركها لحتى تبرد تماما. بقلي المكسرات وبعدين بس يبردوا كمان تماما بنضيفهم فوق اللحمة. لتتبيلة البرغل مثل ما شفتوا صبايا انا بضيف البرغل العمقي والبرغل العادي. العمقي اللي هو غامق يعني لانه كتير بيعطي هيك طعمه ولون كتير حلو، يعني بتمسك البرغل بتصير كأنه حيطي لها هبرة. طبعا انا حطيت هبرة وحطيت كمان بصلة، وحطيت بس ملح، يعني ما بضيف ابدا شغلات تانية. فيكن انتو اذا بتحبوا الكبة تكون لها قرشة فيكن تحطوا نص رغيف خبز، وكمان فيكن تحطوا معلقتين من السميد. بصراحة بتعطي الكبة قرشة مو طبيعية، بالإضافة طبعا للهبرة. الهبرة اختياري، بتحبوا تحطوا نص كيلو، بتحبوا ربع كيلو، بتحبوا 200 غرام، يعني أكتر أقل، فهاد يلي يعني متوفر عندكم وموجود. فأنا هون حطيت كيلين برغل، حطيت لها تقريبا كيلو هبرة. الهبرة كانت هاي أول مرة أنا بشوف الهبرة إنه هيك لونها كاشف. قال لي لأنه أنا بستخدم هبرة بقر، فقال لي إنه العجل أو البقرة يعني كان إنه صغيرة، فبتعطي هيك لون كتير زهري، يعني ما بتعطي أحمر غامق. لما بتكون العجل كبير فبصير لون الهبرة يعني كتير أحمر. البرغل كتير ناعم، يعني ما بده حتى نقع. يعني أنا بس خلصت البرغل حطيت له لتر، لكل كيلو برغل بحط له لتر مي. أنا حطيت لترين مي ويا دوب جهزت الماكينة وجهزت أموري وبلشت فورا إنه درت الكبة أنا وجوزي الله يعطيه العافية، ساعدني من الأول للأخير، كتير يعطيه العافية عن جد. دائما بالكبة اللحم بعجين هو كتير بساعدني بدون قصص الكبيرة يعني. فأنا مثل ما شفتوه استخدمت القالب الدراويش، نحن بنسميه الدراويش القالب هذا، لحتى انه تسهل علي الشغل ما اني ارقع على الايد. كتير كتير اسهل. قسمتهم هيك بعد ما اخدتها طلعتهم من القالب وقسمتهم قطع صغيرة، وبعدين سكرتهم، وبعدين بلشت اني احشيهم باللحمة، وبعد هيك رح اسكرهم. رح تشوفوا هاي الطريقة. نحن قعدنا على الارض لانه المطبخ مثل ما شفتوا ما فيه طاولة، البيت كله صغير، يعني لهيك انه القعدة صارت على الارض. حتى هلا نحن برمضان وعم ناكل كل اكلنا على الارض الحمد لله يعني. سبحان الله، يعني تعودنا بعد ما انه الولاد متعودين على الطاولة رجعنا على الارض. دائما بنقوا انه بدنا نقعد على الطاولة هيك، بس ما في، صعب يعني الامور هلا هيك. خليكن هيك مثل ما نحن والحمد لله على كل حال.
هلا مثل ما شايفين تسكيرة الكبة كتير سهلة، عن جد الكبة كتير شغلة كتير سهل لما تكون بالقالب. طبعا بالايد سهلة كمان بس بتاخد وقت اكتر، بالقالب اسهل بتكون. انا ليش دائما لما بعمل كبة بكتر شوي؟ لانه بحب انه انا عم بشتغل وبتعذبت وهيك، ما انه خلص يعني ناكلها يومين ونخلص، لا، بحب اني افرزها بالفريزر وناكل هيك على يومين والباقي نفرزها بالفريزر. اما من كان لازمني كبة مشتينا الكبة فورا ما عندي أكلة بطالع من الفريزر وبقليها. هلا هون بعد ما خلصنا وضبينا كل الأمور طالعت هلا عملت كمان شوي كبة نية، وكمان زادت شوية لحمة طلعت هدول رقايق عندي، عملتهم كمان سمبوسة هيك سمبوسة رقايق يعني انه موجودات عندي والورق، فطلعتهم وساويتهم. ما كنا جايين عبالنا ناكل سمبوسة، كنا قبل بيوم اكلين فخلص يعني ما عاد مشتين عليه، فقلت لحالي رح اتركه هلا قيمة بالفريزر وبلش هلا قلي الكبة. الكبة كتير كتير تفريزها سهل، رح فرجيكم انا كيف هلا رح فرزها، باخر الفيديو رح تشوفوا شو كيف يعني ضبيتها. هلا الكبه مثل ما هي انتم بتحطوها بالفريزر بس علشان ما تحطوها فوق بعضها، حطوا طبقات اكياس لحتى ما تلزق فوق بعضها، وتركوها حتى تبرد تماما يعني تجمد على الاخير تصير مثل الحجره. هداك الوقت فيكم انه انتم تحطوها بالاكياس، رح فرجيكم مثل ما قلت لكم باخر الفيديو. وهون لازم نعمل تحلايه، ما عملنا معروك اليوم، فحسب احيانا معروك احيانا مشبك احيانا كنافة، تقريبا كل يوم بنعمل شي، لازم نعمل تحلاية بالليل. فأنا هون قبل الغداء قلت لحالي رح أعمل صينية هي طالية لأنه لازم تبرد قبل، فعملتها وحطيتها بالبراد قبل ما قليت الكبة. أنا هون شو عملت؟ حطيت 6 كاسات حليب، ولازم لكل كاسة حليب نحط لها معلقة نشا. حسيت المعلقة اللي عندي النشا مو كبيرة هيك كويسة، فحطيت 7 معالق نشا أنا. فلكل كاسة حليب معلقة هيك كبيرة معلمة من نشا، بنحطهم على البارد طبعا، وبنحط كمان معلقة مستكة صغيرة، يعني إذا موجودة عندكم، مو موجودة عندكم ما في أي مشكلة. طبعا الهيطلية أبدا ما بينضاف لها سكر بقلبها، مو مثل المهلبية يعني، لا هي نفس الطريقة بس بدون سكر نهائيا. فنحن بنضل هيك بنحرك فيها لحتى تتقل، وبس تقلت خلاص بس فورا بنصبها وبنتركها تبرد. رح تشوفوا هلا الطريقة. كمان هون بلشت أقطع الكبة النية، عن جد الكبة النية بتحسوها صارت إدمان على الفطور، يعني إذا ما أكلنا لنا هيك قطعتين 3 كبة سبحان الله يعني بحس السفرة ناقصة. هي والفتوش هدول ضروريات دائما بسفرة رمضان. هلا السمبوسك ما بحسه انه ضروري كتير، لا ابدا، لانه زيت وما زيت وهيك. اما هي بحس انه هيك شغلات انه يعني طيبة كتير على الفطور. والشوربة كمان، بس الشوربة يعني مو دائما بعملها، لا حسب الموجود يعني الطبخة الموجودة بعملها. وانا كمان حتى الكبة النية كل كم يوم بعمل كيلو بحطها بأكياس وبالفريزر، وكل ما بدي بطالع كيس، يعني كل يوم او كل يوم يوم لا بطالع كيس وهيك لحتى تخلص. بس خلصت برجع يعني بعمل كمان كبة وبحطها بالفريزر، لأنه صعب كل يوم تقوموا تطالعوا الماكينة وتعملوا كبة نية، كتير صعب. أنا بحسها صعبة، ما بعرف في ناس بتطالع كل يوم، لا بس أنا ليش بحطها بالفريزر ومن الصبح بطالع الكيس بحل المسا يعني، وبعدين برجع بحط له شوية مي وشوية زيت بدهكا شوي أو بمهكا وبقطعه وخلاص بترجع كأنه هلا عملتها. شوفوا الكبة هلأ كيف طريقة قليها. لازم يكون الزيت غزير، ما لازم يكون الزيت قليل، لأنه إذا كان قليل رح تستوي نص بنص، أو بدكم تضلوا تقلبوه هيك رح يعني تطلع منظرها مو حلو. فلازم يكون الزيت غزير، ولازم يكون الزيت حامي كمان. بس لما هيك بتحطوا الكبة أنا بس لما بحط الكبة بوطي شوي الغاز مشان إنه تستوي، ما إنه تاخد لون قبل ما تستوي. وبس هيك بضل بحركها هيك لحتى تاخد هذا اللون، وبطالعها وبحطها على محارم مطبخ لحتى تصفي من الزيت. طريقتها كتير سهلة، عن جد جربوها كتير طيبة. صبايا الفيديو الماضي هيك رتبت البيت، عملت لي هيك شوية جولة بالبيت، فحس يعني أنا هيك إحساسي إنه هذا الفيديو رح يطلع كان، بس للأسف الفيديوهات الماضية كانت أعلى منه،
المشاهدات كتير كتير قليلة فيه. فأنا استغربت، وأنا كنت مفكرة إنه أنتوا بتحبوا هيك فيديوهات إنه تنظيف وهيك، يعني إنه شغل بالبيت وروتين والقصص. وطعميت ابني وهيك شغلات حكيت لكم عنها. نظفت النشافة. ما بعرف، حسيت إنه هذا الفيديو رح يضرب، بس للأسف هذا الفيديو كان مشاهداته عدم. فيلي عم يشوف هذا الفيديو ومو شايف الفيديو السابق، بتمنى منكم تروحوا على الفيديو وتشوفوا، ولا تنسوا تحطوا لي كمان لايك وتكتبوا لي كمان كومنت. شوفوا ما شاء الله على الكبة وعلى هذا اللون، وشايفين كيف هيك متماسكة، أبدا مو فارطة، أبدا ما بتشقق على القلي نهائيا. كتير كتير طيبة وهيك إلها قرشة. وهلأ هون صبايا بعد ما خلصت قلي الكبة، هلأ هون كانت شوي إنه هيك يعني بردت شوي، فرح أحط لها أنا هون مي باردة متلجة. ليه؟ لأنه هي لساتها سخنة، ومية الباردة رح تخليها تاخد صدمة وتجعلك الوش، لأنه هي يعني كل ما جعلك وشك كل ما كانت ناجحة أكتر. وهلأ بعد ما خلصنا الفطور وضبيت المطبخ ورجعت كل شي مثل ما كان، لازم بقى هلأ نتحلى بعد ما شربنا الشاي وكل أمورنا تمام وصلينا وخلصنا. فهلأ أنا هون رح أعمل القطر هو حليب بارد كتير. رح أحطله أنا 4 معالق سكر كبار. لازم يكون كتير حلو الحليب، يعني أنا حطيت هون بدك تقولوا كاسة ونص من الحليب، حطيت لهم 4 معالق كبار هيك كتير من السكر. فيكن كمان تضيفوا أكتر أو أقل انتو حسب الرغبة، لأنه الهيطلية ما لها سكر نهائيا، فلازم يكون إنه الحليب أو القطر البارد إنه كتير حلو. فهلا هون أنا رح أصبها للهيطلية وبعدين رح أحط لها هذا الحليب. طبعا هي اللي بحليها للهيطلية منكهاتها يلي هي بتلزمها هي المية الزهر، ماء الزهر. ماء الزهر أنا حطيت، بس نسيت هون أفرجيكم بالتصوير راح. هو بتحطوه مع القطر مع الحليب يعني. فهون شوفوا شايفين شقد وشها هيك مجعلك وشلون عاطية وشي كتير حلو. فأنا هون هلأ رح أقطعها وأحطها بالصحون وجهزها، وصحتين وهنا كتير طيبة، جربوها صبايا. هلأ الهيطلية لازم يكون فوقها البوظة العربية أو البوظة الحليب. طبعا ما بتصير أبدا غير بوظة حليب، يعني بوظة الفانيلا، بوظة الشوكولا، بوظة، يعني أبدا ما بتزبط معه غير بوظة الحليب. وهي الصبايا من أطيب أنواع البوظة الحليب يلي موجودة بالأسواق ببريطانيا. هون عنا هي البوظة كتير طيبة، يعني عن جد كأنه عم تاكلوا حليب، كتير طيبة. وخصوصي مع الهيطلية، يعني أنا بس شفتها هاي البوظة خلص بتذكر الهيطلية، كتير طيبة معه. هلأ فينا يعني نحن هلأ بعد ما خلصنا وحطينا البوظة، فيكن انتو تحطوا لا إذا ما عندكن فستق حلبي للتزيين فيكن تحطوا له قرفة، أو إنه هي فستق حلبي. أو في ناس بيحطوا جوز الهند، بس هي أصولها بالفستق الحلبي، كمان بالقرفة بتطلع كمان كتير طيبة. وهيك بيكون خلص هذا الطبق الحلو لليوم. بتمنى يكون عجبكم الفيديو. بتمنى انه ما تنسوا تحطوا لي لايك. اذا هلا ما حطيتوا لايك يا ريت هلا تحطوا لايك، وكمان اذا ما شفتوا الفيديو السابق تروحوا تشوفوه، وتكتبوا لي كومنت اذا بتحبوا هيك فيديوهات هاد او اللي قبله. بتحبوا فيديوهات عن الطبخ، بتحبوا فيديوهات عن تنظيف البيت وترتيبه، فاكتبوا لي بالكومنتات انتوا ايش بتحبوا، وانا ان شاء الله رح اشوف الكومنتات وانزلهم. ورح اشوف كمان كومنت كتير حلو رح انزله عندي هون بالفيديو اللي بعده. هلا هاد اجا باليوم الثاني، لانه بالليل يعني وقت سويت الكبة وهيك ما كان عندي اكياس، فرحت جبت اكياس للمونة، وكمان لازم تكون الكبة جمدت. يعني فينا نحن بالليل نطبقها، بس انا تركت لتاني يوم لحتى جبت الاكياس. مثل ما شايفين الكبة لازم تجمد تماما، يعني تصير هيك مثل الحجرة لحتى تحطوها فوق بعضها وتخزنوها بالبراد بالفريزر، لأنه إذا ما كانت جمدانة رح تلزق ببعض، ولما تطالعوها رح تلاقوا صعوبة كتير ورح تتنتف، وأبدا ما حتزبط معكم. لازم تكون كتير جمدانة مثل الحجر لحتى تحطوها فوق بعضها. هلا هيك فينا نضبها كيف ما كان، ما من دون تطبيق من دون شي،
هيك يعني فوق بعض، لأنه هي صارت خلص يعني ما عادت لذة أبدا. وبهي الفقرة صبايا بيكون نحن هلأ نهينا الفيديو. بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا تنسوا يلي ما حط لايك يحط. بشوفكم إن شاء الله بفيديوهات جديدة. سلام.